ازيك يا ابو حميد؟ عامل ايه؟ وحشني والله. ما تيجي النهارده احكي لك عن فيلم رعب حصل هنا في مصر. بس في الاول كده عايز اسالك سؤال، هو فعلا الشده المستنصريه كانت اسوأ مجاعه حصلت في مصر؟ طبعا لا يا ابو حميد، الشده المستنصريه كانت اشهر مجاعه بس مش الاسوأ، علشان في مجاعات تانية اسوأ بمراحل. انا بقى النهارده يا ابو حميد هكلمك عن شده تانية خالص اسمها الشده الايوبيه أو مجاعة بني أيوب اللي حصلت في عهد الملك العادل الأيوبي. ركز بقى يا أبو حميد عشان اللي جاي ده فيلم رعب. بص، أنا كنت بكذب نفسي وأنا بقول الكلام ده، وما كنتش مصدق اللي الكلام ده حصل في مصر، بس في مصادر على كده وشهود بتقول فعلا الكلام ده حصل. بص يا أبو حميد، بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة 1193، بعد ما هزم الصليبيين وأقام العدل وعمل كل حاجة، أولاده وقرايبه اتخانقوا على الحكم، كل واحد طمع في حتة، وده خلاهم ينفضوا الأحوال البلد الداخلية ويركزوا في الحرب اللي دايرة ما بينهم. في الفترة دي بقى كان الحكم في إيد أخو صلاح الدين الأيوبي اللي هو العادل سيف الدين أحمد. وطبعا يا أبو حميد كل ما الصراع كان بيشتد، كل ما الفقراء هم اللي كانوا بيدفعوا التمن، ضرايب، أسعار زيادة، فساد، رشوة، حاجات كتير قوي. ده كمان كان في تجار بتخزن البضاعة عشان تغلي أسعارها. أبو حميد أنا عايزك تركز، اوعى تكون فاكر إن أنا بتكلم عن الزمن اللي احنا فيه ده، ده تاريخ يا أبو حميد وفي مصادر، ما تودناش في داهية. المهم يا معلم، جت سنة 1199 والنيل جف، المية قلت يعني، وجات لونها متغير وطعمها وحش، فطبعا مفيش مية للزرع والأرض هتبور، وفي ضرايب كتير على الفلاحين، فما كانش قدام سكان الأقاليم اللي هم ينزلوا القاهرة علشان يدوروا على شغل تاني. وفجأة الطاعون ضرب البلد والحال يقف أكتر، وفوق كل ده الأسعار عمالة بتزيد، والأكل والشرب بقى 5 أضعاف سعرهم، ومحدش معاه يشتري حاجة، وما عادش فيه سلع، وما عادش فيه زراعة، وبدأت مجاعة بني أيوب. ولما المجاعة اشتدت شوية والناس ما عادتش لاقية تاكل، ساعتها ظهرت في مصر ظاهرة مرعبة، ظاهرة أكل الأطفال. الأب اللي كان بيخلف كذا واحد بيختار أصغر واحد فيهم وياكله ويأكل عياله منه، والست كانت بتختار حد من عيالها وتطبخه وياكلوا منه. الموضوع كان في البداية حالات فردية، ومع الوقت الموضوع انتشر، والحكومة ساعتها ما كانتش عارفة تعمل ايه غير انها اقرت عقوبة الغرق. العقوبة ديت لأي حد بيتمسك بياكل أطفال، وكانوا فاكرين ان كده الموضوع هيخف، بس اللي حصل انهم في شهرين بس مسكوا 30 ست واتحكم عليهم بالغرق. والموضوع بيزيد يا ابو حميد قوي، اوعى تكون فاكر ان الموضوع وقف على كده، لا الموضوع اتطور وبقت فيه عزومات على الحاجات ديت وتجارة كمان. يعني كان ساعتها الطفل سلعة، الراجل كان بينزل السوق وبيروح للجزار ياخد حتة طفل ويروح بيه البيت ياكله، او يعزم جاره على ابنه. وفي السوق بقى شيء اساسي اللي فيه ناس بتبيع الحاجات ديت. وطبعا مش عايز اقول لك يا ابو حميد ان زيادة الطلب على السلعة ديت كتر من خطف الاطفال، فبقت اي ست تمشي بابنها في الشارع يطلع راجل ويخطفه منها ويروح يعزم صحابه عليه. والموضوع زاد بشكل ملحوظ، ومع زيادة الموضوع ده ظهرت مهنة جديدة اسمها الصيادين، ودول بيحطوا حبال في الطريق علشان أي ست معدية هي وابنها الحبال تمسكها ويهجموا عليهم وياخدوا الطفل ويجروا بيه. وفي ناس أبدعت في الصيد، عملوا مخبأ كده عشان يستخبوا فيه وهم بيصطادوا زي ناشونال جيوغرافيك كده. وفي ناس اتمسكوا ولقوا في المخبأ بتاعهم أكتر من 400 جمجمة، ده في مخبأ واحد. متخيل بقى هم اصطادوا قد إيه؟ واللي كان مقويهم إن الأغنياء حبت الموضوع زي الوالي مثلا، لدرجة إن هم في مرة لقوا عند الوالي حلة فيها 10 إيدين. إيدين يا جماعة بتتعمل زي الكوارع كده، والناس في الأقاليم قاسوا من المجاعة ديت، حرفيا هم ما كانوش لاقيين ياكلوا وبقوا بيموتوا من الجوع. اللي كان بيحاول يمسك الفاس بتاعه يزرع أي حاجة بأي مية موجودة كان بيجي بالليل والجوع يقرص عليه ويموت، ويفضل على شكله كده لغاية ما يتحلل ويبقى هيكل عظمي ماسك الفاس. القرية اللي كان فيها 20,000 بقى فيها 1 ولا 2 أو 3 بس، والباقي ماتوا. في ناس ماتت كتير قوي وما كانش ليها مكان تدفن، بقوا بيسيبوهم مكانهم كده وخلاص، لحد ما الجثث كترت خصوصا في القاهرة. القاهرة نفسها فضت،
البيوت فضت لأن الناس كانت بتموت، واللي عايش بس هو مستمر على أكل العيال الصغيرة. الموضوع وسع فعلا ووصل للملك العادل. حاول إنه يحل المشكلة بس يحلها بطريقته هو، فقرر اللي هو يوزع الفقراء على الأمراء علشان ياكلوهم، واختار لنفسه 12 ألف فقير وخدهم معاه على القلعة عشان يعملهم أكل وياكلهم. 3 سنين والأحوال كلها اتعطلت في مصر، مفيش صناعة ومفيش تجارة، لحد ما النيل بعد 3 سنين فاض تاني، بس للأسف ما عادش في حد يزرع. وكان الحل هنا إن الملك العادل أمر جنوده إن هم يزرعوا، وتحول الجيش لفلاحين، محاولة منه لإنقاذ أي حاجة. المهم بعد سنتين بدأ الزرع يطلع تاني، والنيل رجع زي الأول، ونجا اللي نجا ومات اللي مات وعاش اللي عاش. واتقسمت الدولة الأيوبية على الورثة وانشغلوا بالأحداث، وعدى الزمن ولا أكن في حاجة حصلت، وبقوا مجرد سطور وحواديت في التاريخ.